إهانة عنصرية بالجملة ضد اللاعب فينيسيوس جونيور تدع إسبانيا على صفيح ساخن. عادت موجة العنصرية لتطفو من جديد فوق رأس لاعبي كرة القدم، والضحية هذه المرة نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، الذي تعرض أثناء مباراة ريال مدريد ومضيفه فالنسيا يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني لهتافات عنصرية من جماهير الفريق المنافس واصفينه بالقرد. لم تكن هذه المرة الأولى، فقد اعتاد هذا الشاب ذو 22 عاماً على سماع صافرة الاستهجان في إسبانيا فقط لأنه أسود البشرة. دموع فينيا المنهمرة على أرضية ملعب ميستايا أثارت ضجة عالمية وردود أفعال غاضبة تستنكر هذا الفعل الشنيع. وأعلن كبار نجوم كرة القدم عن تضامنهم مع اللاعب البرازيلي، وبعدها